في ختام رسالة الأخ عبد الله شرف الدين عبد الله السياني من اليمن يقول: ما رأيكم في متابعة القرآن الكريم من إذاعة القرآن والتلاوة معه وأنا في أثناء العمل؟ لا مانع من متابعة القرآن من إذاعة القرآن، لكن بالإنصات لا بالتلاوة. الله يقول سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فأنت تستمع وتدبر ما يقرأ القارئ وتستفيد. أما أن تقرأ معه لا، السنة أن تنصت وأن تدبر ما تسمع حتى تستفيد من كلام ربك عز وجل، ولكن لا تقرأ مع القارئ، أنصت، هذا هو المشروع. نعم. جزاكم الله. توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، كل هذه الأشياء منصوصة في الكتاب والسنة